خلصنا أرك غابة الساحرات لما يامي سلم الحجر السحري ليوليوس، ورجع يامي بعد كده لمقر الثيران السوداء وقال لأستا وأصحابه بكرة هنروح مهرجان اسمه مهرجان النجوم. المهرجان ده بيتعمل كل سنة وبيتم فيه إعلان مراكز فرق فرسان السحر، جهزوا نفسكم. فأستا وأصحابه جهزوا وتاني يوم راحوا المهرجان، وأستا خلى فنرال ببواباته ويجيب كاهنه وكيته من معبد قاع البحر عشان يستمتعوا معاهم بالمهرجان، وكمان لأن أستا جاب معاه من عند ملكة غابة الساحرات دم سحري يقدر بيه يشفي كاهنه وكيته، وبالفعل عالجهم بالدم ده. رجل كيته رجعت سليمة وحنجرة كاهنه رجعت لطبيعتها. طول اليوم كاهنه كانت بتحاول تقرب أستا من نويل لأنها عارفة إن نويل معجبة بيه، وأثناء مشيهم مع بعض لقوا بنت من سكان القرى تايهة وبتعيط، فعشان يسكتوها أستا لعب لها بالكرات وكيته رقص وكاهنه غنت، ونويل كملت عرضهم ده بالمية لحد ما ندهوا على أم البنت دي من خلال كاهنه ووصلوهم ببعض. ووقتها حس أستا بشوية إعجاب ناحية نويل لأنها بالرغم من إنها من عائلة ملكية إلا إنها تعاونت معاهم وساعدت بنت من سكان القرى. وشوية وأستا بص لقى يامي بيتخانق مع جاك قائد فرقة السرعوف الأخضر، ويامي خلى فنرال ياخدهم للكهف اللي قتلوا فيه ليشت قبل كده عشان يتقاتلوا هناك. أستا ونويل وفنرال راحوا مع يامي، وسيكي لأنه من السرعوف الأخضر راح مع جاك وبدأوا قتال. بس وهم بيتقاتلوا جه يوليوس وقفهم بسحره الزمني وخلى فنرال يرجعهم تاني لمكان المهرجان. وكمل أستا ماشي لحد ما لقى شارلوت قائدة فرقة الوردة الزرقاء قاعدة بتخوض تحديات مع الموجودين، وواحدة من اللي تحدوها كانت فانيسا، وشارلوت وافقت انها تتحداها الا ان يامي جه يتفرج عليهم وهي معجبة بيامي. واثناء التحدي قعدت شارلوت تفتكر ذكرياتها. شارلوت في صورها اتصابت بلعنة، ولما كبرت وبقى عندها 18 سنة اللعنة دي اتنشطت في جسدها وخرج سحرها عن السيطرة ومحدش قدر يساعدها لحد ما جه يامي يسيطر على الوضع، وكان السبب في ان لعنتها تتكسر لما اعجبت بيه يومها. ورجعت شارلوت بعد كده للحاضر وكملت تحدياتها. فلما يوليوس طلع عشان يعلن مراكز الفرق شارلوت ما قدرتش تروح تحضر، ويامي هو كمان ملحقش يروح. وبدأ يوليوس الاعلان وكان معاه قادة الفرق باستثناء شارلوت ويامي، والقادة كانوا ويليام ونوزيل وقائدة فرقة الاسود القرمزية الجديدة البديلة لفيجوليون المصاب اخت فيجوليون وليوبولد الكبيرة اللي اسمها ميريوليونا، وكمان قائد فرقة الأوركا البنفسجية الجديد واللي اسمه كايزر. وبدأ يوليوس يعلن ترتيب الفرق. في المركز الأول زي كل سنة فرقة الفجر الذهبي بعد ما جمعوا 125 نجمة، ودخل يونو يتكرم لأنه الأفضل في الفرقة للعام ده. وفي المركز الثاني جت فرقة الثيران السوداء بتحقيقهم ل 102 نجمة، وكانت مفاجأة للكل لأنهم على طول بيحتلوا المركز الأخير. وساعتها طلب يوليوس إن أي عضو من الثيران السوداء ينضم للمسرح، فيامي حدف أستا لهناك ونزل أستا بسيفه على المسرح وقف مع يونو، ويوليوس عرف الجمهور عليهم. بس سيكي لأنه غيران منهم قال الاتنين دول قرويين مش نبلاء، زائد إن أستا ده ما بيملكش سحر. فيونو عشان يرد عليه خلى بال روح الرياح اللي معاه تطلق قوتها كاملة وهجم على أستا، فأستا صد هجومه بسيفه، والجمهور لما شاف ده اقتنع بقوتهم وكمان حيوهم. وكمل يوليوس بعد كده ترتيب الفرق. في المركز الثالث النسور الفضية، والرابع الوردة الزرقاء، والخامس الأسود القرمزية، والسادس السرعوف الأخضر، والسابع جت فرقة الطواويس المرجانية، والثامن الأوركا البنفسجية، والتاسع والأخير الغزال المائي. وبعد إعلان النتائج دخل أوجوستوس ملك مملكة كلوفر، ملقاش تحية كبيرة من الجمهور لأنه ما بيظهرش كتير، وعشان يحمس الجمهور قال لهم احنا عرفنا مكان عين شمس منتصف الليل، وهنعمل اختبار بين فرسان السحر عشان نلاقي منهم مجموعة هنسميهم الفرسان الملكيون، وهم دول اللي هيهجموا على عين شمس منتصف الليل. فالجمهور لما سمعوا الخبر ده فرحوا جدا. وبعد كده المهرجان خلص ومشي أستا ويونو مع بعض، وفي طريقهم لقوا ميريوليونا قائدة الأسود القرمزية عمالة بتوبخ ليوبولد وأفراد الفرقة لأنهم خدوا المركز الخامس، وقالت لهم احنا كلنا هنروح نتدرب في ينابيع حارة عشان نجهز لاختبارات الفرسان الملكيون، جهزوا نفسكم لده. وهي بتتكلم شافت أستا ويونو فمسكتهم وقالت لهم انتوا كمان هتيجوا تتدربوا معانا عشان اشوف قوتكم. فأستا ويونو ما قدروش يعترضوا. في نفس الوقت ده بقى يامي كان قاعد مع باقي القادة بيسخر منهم لأن فرقته خدت المركز الثاني على عكس المتوقع، لحد ما دخلت عليه ميريوليونا ومسكته هو وشارلوت، ومسكت كمان واحدة من فرقة الوردة الزرقاء مع شارلوت اسمها سول، وقالت لهم انتوا برضه هتيجوا معانا للتدريب في الينابيع الحارة. وقبل ما يمشوا جت نويل، فميريوليونا خدتها هي كمان معاهم، وراحوا كلهم لمكان فيه بركان حرارته عالية والمنى فيه كبيرة. وميريوليونا قالت للكل الينابيع في قمة
قمة الجبل اللي هناك ده لازم تعدوا البركان عشان توصلوا لها، يلا ابدأوا. فبدأوا فعلا يحاولوا بس محدش عارف يعدي ما عدا يامي وشارلوت اللي غلفوا أجسادهم بالمنى بتاعتهم عشان يتفادوا الحرارة. ويامي وهو بيعدي ألف دماغه ميريوليونا جابتني أنا وشارلوت وأستا ويونو ونويل عشان سحرة الأسود القرمزية يتعلموا مننا. ميريوليونا ذكية جدا إنها فكرت في ده، وأثناء ما كان يامي بيفكر بدأ كل الموجودين يستخدموا غلاف المعنى زيه هو وشارلوت، ما عدا نويل وأستا فضلوا واقفين مش عارفين يعملوا حاجة. فميريوليونا راحت شجعت نويل وقالت لها انت بقيتي بتشبهي أمك في الشكل، هي كانت فارسة سحر قوية جدا، ما ينفعش اختبار سهل زي ده يوقفك، أنا عايزاكي تتفوقي على قوتها دي. فنويل سمعت كلامها وجهزت وعبرت، بس أستا كان وقع من شدة الحرارة. وميريوليونا قالت له أنا عارفة إنك ما بتستخدمش السحر، لو مش هتقدر تعدي ارجع. فأستا قال لها لا أنا هعدي، وقعد أستا يفكر يعدي ازاي لحد ما قرر يستخدم الطاقة الشيطانية المضادة للسحر بتاعة السيف اللي استخدمها قبل كده في قتال لادروس. وقال في دماغه عشان استخدم الطاقة دي لازم احس بالكي بتاع جسدي، وبالفعل قعد يستشعر الكي لحد ما الطاقة المضادة للسحر انتشرت في جسده وطار بيها لفوق. لقى ليوبولد واللي معاه بيواجهه كائن سحري، فدخل قضى عليه بسرعة وما كانش عارف يوقف نفسه لحد ما وصل للقمة، وميريوليونا ضربته ووقفته. ونجح أستا وباقي الموجودين في الوصول للقمة، وقعدوا بعد كده يستمتعوا في الينابيع الحارة. وبعد كام يوم من التدريب جه ميعاد اختبار الفرسان الملكيون. قبل الاختبار في شخص غامض طلع على نائب قائد فرقة الأوركا البنفسجية، هجم عليه ووقعه وخد العباءة بتاعة الأوركا البنفسجية عشان يشارك في الاختبار بداله. في ساحة الاختبار بقى وصل أستا واصحابه. فينرال كان عامل شكل جديد لشعره، وأستا دخل سلم على ميموزا وكلاوس، أما نويل فأخوها سوليد جه سخر منها لكنها سابته ومشيت. وشوية وطلع يوليوس ومع الملك أوجوستوس وشرحوا الاختبار لفرسان السحر وقالوا لهم انتوا هتتقسموا الفريق فيه 3 أفراد، والفرق هتواجه بعضها، كل فريق هيكون معاه بلورة، وعشان يفوز لازم يحمي بلورته ويدمر بلورة الفريق الخصم. ولو عدى 30 دقيقة ومحدش دمر بلورة التاني هنشوف الفريق الأقل خسائر خلال المعركة وهو اللي هيفوز. ودلوقتي هنعلن الفرق. وبالفعل تم إعلان الفرق. أستا كان مع ميموزا ونائب قائد الأوركا البنفسجية، بس لأن نائب القائد مش موجود جه الشخص الغامض المنتحل شخصيته وكان بيشارك في الاختبار باسم زاركس. نزل مسك يوليوس وقال لهم أنا بعتذر عن التأخير، فكله استغرب منه وقالوا له إزاي تمسك إمبراطور السحر كده. فراح زاركس وقف مع أستا وقال له أنا ما بحترمش إمبراطور السحر زيكم وجاي أشارك عشان أسخر منكم. فزاد استغراب أستا منه، ولأن نائب قائد الأوركا البنفسجية ظهوره قليل محدش كان يعرف شكله، وبالتالي ما عرفوش إن زاركس ده منتحل شخصيته. ودخل بعد كده الكل لساحة المعارك، ويوليوس قال لهم القتالات هيبقى نظامها نظام بطولة، كل فريقين بيكسبوا بيواجهوا بعض زي القرعة ما هي موضحة كده، وما تخافوش اختيارنا للفرسان الملكيون هيبقى بناء على أدائكم في القتالات مش بناء على فوز فرقكم. يلا عشان هنبدأ الجولة الأولى. وبالفعل جهزوا أول معركة اتحددت، فريق أستا ضد فريق مكون من 3 أفراد زيهم أسمائهم ريك وفورتي وكورتس. لما القتال بدأ زاركس ساب أستا وميموزا ونام، هو من بعيد ريك راقب بلورة فريق أستا، وفورتي وكورتس أصابوها بالنيران وقعدوا يصيبوا فيها لحد ما ميموزا مسكتها بالنباتات وحددت مكان ريك وفورتي وكورتس وجريت مع أستا لقدام. أستا كان بيتصدى للهجمات بسيفه، ولما قربوا من الفريق الخصم ميموزا هجمت بسحر النباتات بتاعها، فكورتس بسرعة عمل حصن من الحجارة حماه هو وفورتي. ففضلت ميموزا تهجم واضطر كورتس انه ياخد البلورة ويحوطها بالحجارة ويفترق عن فورتي. وكل اللي بيتفرجوا اثنوا على اداء ميموزا في القتال، وميموزا كانت فرحانة انها بتقاتل مع أستا لانها معجبة بيه. بس لما جه أستا يتجه ناحية كورتس فجأة زاركس وقعه فخ وشل حركته، وبقت ميموزا متحاصرة لوحدها من ريك وفورتي وكورتس اللي اطلقوا 3 هجمات لإصابة البلورة، لكن زاركس ما سابهمش يكسبوا، وبسحره وامتص ال3 هجمات وردها عليهم ووقعهم، وراح كسر بلورتهم وكسب فريق أستا. فالموجودين زاد فضولهم ناحية زاركس لانهم ما كانوش عارفين ازاي عمل كل ده بسحره، مع انه كان المفروض انه نايم بعيد عن المعركة. وقام أستا مسكه وقال له انت سلوكك غريب، ازاي توقعني في فخ وانا صاحبك في الفريق؟ فزاركس قال له لازم تخدع اصدقائك الاول عشان تقدر تخدع اعدائك. ومشي زاركس وسابه. وبعد فوز فريق أستا جه ميعاد القتال التاني اللي كان هيشارك فيه فريق ماجنا كان معاه في الفريق سول فارسة الوردة الزرقاء، وكمان اخو ميموزا الكبير اللي اسمه كيرش نرجسي جدا ومعجب بجماله، وبسبب ده مفيش حد بيحبه حتى ميموزا اخته. وشوية وبدأ القتال. ماجنا اطلق هجماته النارية على العضو
العضو الاول في الفريق اللي ضدهم. فجه كيرش اداله نصيحة تخليه يقدر يقاتل من مدى قريب، وماجنا عمل بالنصيحة دي وهزم خصمه. فدخلت سول بعده بمجسم حجري على العضو التاني في الفريق الخصم، بس العضو ده وقعها في الطين. فجه كيرش قال لها تقسم مجسمها ده لمجسمات صغيرة، وفعلا عملت كده ونجحت في هزيمة خصمها. ولما العضو التالت هجم بتعويذة مائية، كيرش استخدم الوهم وعمل نسخ لنفسه. هو أطلق تعويذة اسمها عاصفة أوراق الكرز، ملأ بيها المكان بورق سحري وقع خصومه فيه، وفتح الطريق لسول وماجنا عشان يروحوا يدمروا بلورة الفريق الخصم. وبالفعل دمروها وكسبوا بفضل كيرش. والقتال اللي بعده كان قتال فريق ليوبولد اللي معاه في الفريق فينرال وساحر من الفجر الذهبي اسمه هامون. بدأوا القتال واعتمدوا على فينرال اللي ببواباته كان بينقل ليوبولد بين أعضاء الفريق الخاص وخلاهم يصيبوا بعض بالغلط، ووقع 2 منهم. فهامون راح مسك بلورتهم بسحر الزجاج بتاعه، وليوبولد دمرها بالنار وفازوا. وبعده كل الموجودين جهزوا للقتال الرابع اللي كان هيخوضه لانجرس أخو فينرال. لانجرس معاه في الفريق سيكي وبنت من الغزال المائي اسمها فليجل. أول ما بدأ القتال لانجرس خلى سيكي ياخده عند الفريق الخصم بالسكوتر السحري بتاعه. هو لأن لانجرس بيقدر بسحره المكاني يهجم بأي شيء، هجم على البلورة بالحجارة ومحدش قدر يوقف هجومه بسبب سرعة سحره المكاني. دمر البلورة وكسب فريقه بسهولة. هو خرج من المعركة قال لفينرال في المرحلة الجاية فرقنا هتتقاتل، هنشوف ساعتها مين فينا الأقوى يا عار العائلة. ومشي لانجرس وسابه. والقتال الخامس بقى كان هيشارك فيه ريل قائد فرقة الغزال المائي. دخل ريل سلم على استا وقال انا ما كنتش اعرف ان القادة ما بيشاركوش في الاختبار ده عشان كده جيت. وقبل بداية القتال ريل عرف الكل على خادمه اللي اسمه فالتر، وانضم بعد كده للاتنين اللي معاه في الفريق، واحد اسمه نيلس وواحد اسمه روبن. وبدأوا القتال. ريل لانه بيستخدم سحر الرسم وبيقدر بالصبغة بتاعته يهجم انطلق لوحده، بس اتمسك بالنباتات وكان هيتهجم عليه بالنار والتلج من الفريق الخصم. ساعتها قعد يفتكر ماضيه لما كان صغير وبيستخدم الصبغة بتاعته في الرسم، والصبغة كانت بتعمل انفجارات في البيت كله بسبب خطورتها. فأمه كرهته وكانت عايزاه يمشي من البيت، لحد ما في يوم فالتر اتصاب من الصبغة بتاعته وراح ضربه وقال له انت امكانياتك دي ما ينفعش تستخدمها في البيت، لازم تنضم لفرسان السحر. هو فعلا ريل سمع كلامه وانضم لفرسان السحر وساب البيت. هو رجع ريل بعد كده للحاضر، حول الصبغة لمية ونار، صد الهجوم ووقع الاتنين اللي بيهجموا عليه. بعدها جه نيلس فك تقييده، وروبن هجم بالحجارة على اخر عضو في الفريق الخصم ووقعه وكسر البلورة وفازوا بسهولة. هو جه ميعاد القتال السادس وكان هيشارك فيه لاك اللي معاه في الفريق كلاوس وواحدة اسمها بولي. اول ما القتال بدأ هجم كلاوس بسحر تشكيل الفولاذ وهجم لاك بالبرق. هجماتهم كانت قوية جدا وده نتيجة لتدريباتهم المكثفة الفترة اللي فاتت. وجت بولي معاهم شالت بلورة الفريق بتاعهم ودعمتهم بتعويذة اسمها موجة الأجنحة. فراح لاك بسرعة ضرب آخر عضو في الفريق الخصم وكسر بلورتهم وكسبوا. وشوية وتم استكمال الاختبارات بالقتال السابع اللي هيشارك فيه يونو بفريقه المكون منه هو ونويل وساحر معاهم اسمه ان. قبل القتال يونو ونويل ما كانوش متفاهمين خالص، وجه سوليد قال لنويل على فكرة أنا في الفريق اللي هيواجهك وهخسركوا بسهولة. وقعد سوليد يسخر من نويل زي ما بيعمل معاها دايما، فنويل سابته وانضمت ليونو وان. هو واقف قدام سوليد والسحرة الاتنين اللي معاه في الفريق اللي اسمائهم ديمتري وساندلر. هو بدأ القتال. صحاب نويل اللي مش مشاركين في الاختبارات قعدوا يشجعوها، بس نويل لقت سوليد جاي بسحر المية بتاعه وبسحر النار بتاع ديمتري وبسحر الرمال بتاع ساندلر وبيهجموا عليهم. فيونو بعدهم بهجمة رياح وفرقهم. بعدها استمر ديمتري في الهجوم بالنار، فنويل حمت فرقتها بغلاف مائي وطلعت لفوق مع يونو. راحت هي تواجه سوليد ويونو راح لساندلر وان واجه ديمتري. هو لان ان بيستخدم سحر الفطرة حط فطرة على ديمتري ووقعه. هو واقف يونو قدام ساندلر. قعد ساندلر يفتكر ان ويليام قائد الفجر الذهبي زمان انقذه من الموت وضمه بعدها للفجر الذهبي. هو ساندلر بقى بيدافع عن ويليام ويقاتل معاه في كل مكان لحد ما انضم يونو للفجر الذهبي، وويليام بقى مهتم بيه اكتر ونسي ساندلر. وده غضب ساندلر من يونو جدا، ففي القتال خرج مجسم رملي عملاق عليه، لكن يونو بسهولة بتعويذة رياح دمر المجسم الرملي ده ووقع ساندلر مهزوم. على الجانب الاخر بقى نويل قعدت تدافع قصاد هجمات سوليد لحد ما نزلت معاه عند بلورة فريقه. سوليد كمل سخرية منها وقال لها انت ضعيفة جدا وهتفضلي تدافعي كده على طول. وهجم سوليد بتعويذة ثعبان البحر. فنويل قالت له انا ما بقتش ضعيفة، واطلقت نويل عليه تعويذة زئير تنين البحر اصابته وكسرت البلورة بتاعت فريقه وكسبت فريقها. وبفوزهم انتهت المرحلة الاولى من القتالات، وكل الفرق الفائزة جهزوا للمرحلة الثانية. اتغير شكل مكان القتال، واول مواجهة كانت بين فريق استا وميموزا
وزاركس ضد فريق ماجنا وسول وكيرش. وقبل القتال ما يبدأ استا سأل زاركس هو انت ازاي عملت الفخاخ اللي وقعت فيها الفريق اللي واجهنا في المرحلة الأولى؟ فزاركس قال له انا جيت هنا امبارح وعملتها لاني كنت عارف مكان القتال. فميموزا استغربت من كلامه وشوية وبدأ القتال. كيرش هجم بعاصفة اوراق الكرز، المكان اتملأ بالاوراق وفريق استا ما بقوش شايفين حاجة. فاستا خرج سيفه وحس بالكي بتاع جسده عشان يستمد الطاقة الشيطانية المضادة للسحر، وبالفعل نجح ودخل دمر سحر كيرش وكل السحر اللي في المكان، حتى فخاخ زاركس دمرها. وبعد كده رجع لطبيعته وقال لزاركس احنا لازم نقاتل مع بعض كفريق عشان نكسب. فزاركس فكر في كلام استا وقعد يفتكر جزء من ماضيه وان اسمه الحقيقي هو زورا مش زاركس. اسم زاركس ده يبقى اسم نائب قائد العركة البنفسجية اللي هو منتحل شخصيته. بس زورا ما قالش لاستا على اسمه الحقيقي وقال له انا هتعاون معاك بس عشان مصلحتي، انا سحري هو سحر الرماد وبيعتمد على الفخاخ. يلا دلوقتي نعمل خطة نوقع بيها كيرش. وفعلا اتعاونوا، ولما كيرش راح عند استا هجم عليه، فاستا صد هجومه وقعد يستدرجه الكهف. زورا حاطط فيه فخاخ. كيرش لما قرب من الكهف عرف ان فيه فخاخ وعمل نسخ دمرت الفخاخ دي ونزل مشي عشان يروح لاستا، وفجأة وقع في حفرة. وزورا جه قال له على فكرة الحفرة دي مش فخ من فخاخي، دي حفرناها بايدينا عشان لما تيجي تهتم بفخاخي ما تلاحظهاش، ونجحنا في ده. ودلوقتي استا هيقضي عليك. ونزل استا على كيرش بسيفين وضربه وخلاه يغمى عليه. ومشي بعد كده هو وزورا وراحوا المكان بلورتهم. هناك جالهم ماجنا بدأ يهجم بكرات نارية، حاول استا يصدها لكن معرفش لان الكرات كانت بتختفي وبتيجي في البلورة. على الجانب الاخر بقى ميموزا كانت بتواجه سول ومجسمها الحجري. ميموزا عرفت ان بلورة فريق سول موجودة جوه المجسم الحجري بس معرفتش تصيبها. وسول وقعت ميموزا بتعويذة وسابتها وراحت عند كيرش، قعدت تفوق فيه وساعتها افتكرت ماضيها. سول وهي صغيرة كانت عايشة في قرية بسيطة، وفي يوم في سحرة اشرار جم هجموا على القرية دي وكانوا هيخطفوا سول لحد ما جت شارلوت انقذتها وقضت على الاشرار وقالت لها هستناك تبقي اقوى وتيجي تنضمي لفرقة الوردة الزرقاء. وبالفعل سول بقت اقوى وانضمت لهم، ورجعت سول بعد كده للحاضر. كيرش لما فاق قام وسابها وراح يساعد ماجنا قدام استا وزورا. فزورا عمل فخ على البلورة بتاعت فرقته من خلال دائرة سحرية، فلما ماجنا جه يهجم هجومه اترد عليه ووقع. هو كمل زورا فخاخه وبدائرة سحرية مسك دراع كيرش وطلع استا لفوق بسيف وضرب كيرش ووقعه. ووقتها وصلت سول بمجسمها الحجري وكانت هتكسر بلورة فريق استا، بس ميموزا جت من وراها مسكت المجسم بالنباتات وخلته يخرج بلورة فريق كيرش ودخل استا بسرعة كسرها وكسبه. وانتهى القتال الاول من المرحلة الثانية، وجه ميعاد القتال الثاني فينرال وليوبولد وهامون ضد لانجريس وسيكي وفريجل. قبل القتال لانجريس راح سخر من فينرال وقال له انا ههزمك. ومع بداية القتال هامون بسحر الزجاج بتاعه نشر زجاج كتير عشان يعرف مكان بلورة فريق لانجريس. ولانجريس خلى سيكي ياخده بالسكوتر السحر بتاعه عند فريق فينرال، وهو في الطريق قعد يفتكر انه زمان كان متفوق على فينرال في كل حاجة، حتى عائلتهم كانوا بيحبوا لانجريس اكتر من فينرال. وجابوا لانجريس بنت من عيلة ملكية اسمها فينيس عشان تبقى خطيبته. بس الغريبة ان فينيس كانت مهتمة بفينرال اكتر، وده ضايق لانجريس جدا لحد ما فينرال ساب العيلة ومشي وانضم للثيران السوداء. ورجع لانجريس بعد كده للحاضر ووصل عند فينرال وهجم بسحره المكاني. ففينرال صد بوابة وقال للانجريس السحر المكاني لما يصطدم بسحرك هيلغيه. في الوقت ده بقى هامون عارف مكان بلورة فريق لانجريس، ففينرال فتح بوابة لهامون وليوبولد ووداهم عند البلورة، ووقف هو قدام سيكي ولانجريس يحمي بلورة فريقه. واول ما وصل ليوبولد وهامون عند فريجل هجمت عليهم بسحر التلج بتاعها وقفت هامون، لكن ليوبولد حمى نفسه بغلاف مانا ناري. على الجانب الاخر بقى فينرال كان بيتصدى لهجمات لانجريس واطلق تعويذة جديدة اسمها رفرفة اجنحة الشيطان، بتاخد اي حد بيصاب بيها لمكان بعيد. لحق بيها لانجريس لحد ما التعويذة اصابت سيكي وخدته لمقر الثيران السوداء. فلانجريس غضب اكتر واطلق العنان لسحره، وكان سحر قوي جدا بيشبه سحر عين شمس منتصف الليل، وجهز تعويذة قوية هجم بيها على فينرال. ففينرال حاول يصد بتعويذة رفرفة اجنحة الشيطان، والتصادم عمل انفجار كبير. وقع فينرال بعده مهزوم وبلورة فريقه اتكسرت من قوة تعويذة لانجريس. ولانجريس مسكتش وكان هيكمل ويقتل فينرال.
واستا قال له انت شرير، ازاي عايز تقتل اخوك؟ فلانجرس قال له انا شفتك مرة واحدة وكرهتك من ساعتها، عشان كده انت لازم تموت. وهجم لانجرس على استا، فاستا صد الهجوم ونزل يوليوس وقفهم بسحره الزمني وقال لهم انتوا كده كده فراق وهتتواجه في المرحلة الجاية اللي هتبقى نصف النهائي، وبما انكم عايزين تقاتلوا بعض دلوقتي فهنعجل بالمواجهة دي، وهتبقى دلوقتي يلا كل واحد منكم ينضم لفرقته ويحمي بلورته. وبالفعل كل واحد منهم انضم لفرقته وجابوا سيكي من مقر الثيران السوداء، وقعد الطبيب اوين يعالج فينرال بعد ما اتصاب في الهجوم الاخير، والقتال كان خلاص هيبدأ. فماركس مستشار يوليوس قال في دماغه لانجرس مش في وعي وتصرفاته غريبة وسحره برضه غريب. يوليوس قبل كده قال لي ان عين شمس منتصف الليل مسيطرين على واحد من فرسان السحر، معقولة لانجرس يكون هو الساحر المتسيطر عليه؟ وشوية وبدأ القتال. ميموزا مسكت بلورة فريقها ولانجرس قعد يهجم على استا بتعويذه. استا كان بيتصدى وقال في دماغه انا لازم اتحول لهيئتي السوداء اللي بستعين فيها بالطاقة المضادة للسحر، بس المشكلة اني ما بقدرش اتحول غير مرتين في اليوم، وانا اتحولت مرة في قتال كيرش وكنت مخلي المرة التانية لو واجهت يونو، لكن لازم استخدمها دلوقتي. فبعد استا وخلى زورا يقف قدام لانجرس. زورا وقتها قعد يفتكر ماضيه لما كان عايش مع ابوه اللي اسمه زارا. زارا كان واحد من فرسان فرقة الأوركا البنفسجية وكان معجب جدا بفرسان السحر، عشان كده عمل دمية لزورا وقال له الدمية دي دمية فارس سحر بيحمي الناس من الأشرار، عايزك لما تكبر تبقى زيه. فزورا قال له ماشي. بس في يوم من الأيام مات زارا في معركة، وزورا اكتشف إن اللي قتله واحد من أصدقائه في فرقة الأوركا البنفسجية، وده لأن زارا كروي وباقي الفرقة كانوا نبلاء. فمن يومها زورا قرر إنه ينتقم من كل فرسان السحر الفاسدين. ولما كبر اتنكر في شكل الدمية اللي أبوه جابها له وهو صغير، وبقى بيهجم على فرسان السحر الفاسدين اللي ما بيساعدوش الناس. ورجع زورا بعد كده للحاضر ووقف هو يتصدى لهجمات لانجرس. وبكده يبقى خلص الجزء الأول من أرك الفرسان الملكيون من أنمي بلاك كلوفر. ولو حابب تتواصل معانا فاحنا عملنا بيدج جديدة على الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو، اعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة. في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة.